نهوي شويه لان هو تقريبا مش هيبرد. فيديو جديد وتجربه كشري. ده سعره حوالي 65 جنيه. هنتبع كل الاجراءات اللي هم قايلينها، اللي هي نفتح لغايه الحد المسموح في الغطا، بعد كده نحط الميه لغايه برده الحد المسموح، نسيبه 5 دقايق، نقلب حلو ونحط كل الاكياس اللي جايه معاه وندوق. تفتكروا هيطلع حلو ولا وحش؟ ويلا بينا. انا كده اهو فتحته لغايه الحد المسموح هنا، وبعد كده هنشيل كل المحتويات اللي فيه. نشوف بصل اللي هو البصل المقلي تقريبا ده. شوف ايه تاني، دي اعتقد بهارات الشطه على ما اعتقد يعني. شوف في ايه تاني. عندنا ده اعتقد صوص برضه او حاجه، اعتقد هي جيلاتينيه شويه، هنشوفها. في حاجه تاني؟ مفيش حاجه تاني كده. الكشري نفسه. يلا. طيب وانا لقيت حاجه تانية ودي لقطه حلوه الصراحه، سايبين معلقه جوه وجبنا الميه مغليه، هنمليها لغايه حد الميه اللي هنا. خلينا نشوف وربنا يستر. احنا زي الفل كده. ونحط تايم 5 دقايق بالظبط. في ال5 دقايق دي يلا بينا نحضر المعلقه، نشوف بتتعمل ازاي. اعتقد دي كده كده كده. انا قديم في الموضوع ده يعني. شكلها حلو الصراحه، خامتها حلوه مش بتتكسر بسهوله. وكده رجعنا بعد ما حرفيا فات حوالي 5 دقايق. اول حاجه هنشيل كل الغطا من عليه، يعني الريحه من غير اي صوصات ما تشهيش. ده بيبقى شكله. ده بيبقى شكله قبل التقليب. ريحته بدأت تبقى حلوه جدا. وقلب قلب قلب، بدأ يمسك. لا شكل الموضوع هيبقى حلو. احنا معانا حوالي ربع ساعة تقريبا. لو انت مستعجل فسرع الفيديو. لا انا اسرعهولك. يلا. وبس كده ده شكله. يلا بينا ندوق. نهوي شوية لان هو تقريبا مش هيبرد. ده بيبقى شكلها. خلينا ندوق. طب حلوة جدا. الناس اللي بتقول بيطلع معجن من هنا او غير، اكيد اكيد بيخترعوا وما بيلتزموش بالوصفة، زي بالظبط الاندومي الحار. البنات والامهات وغيرهم اللي بيعملوا كشري بصعوبة وبيعملوا مواعين كتير، مفيش تعجين خالص، بس في يعني سخونية جامدة. بقي بيموت دلوقتي. مرة كمان. كشري 100% كشري. طعمه حلو. اعمله بالطريقة المكتوبة من ورا، مش هيعجن. تقييمي ليه ممتاز، يستاهل سعره طبعا. وبالنسبة ان انا كنت بحسبه مستورد طلع مصري، فعاش جدا. عاملين ايه النهارده؟ جاهزين ندوق؟ يلا بينا ندوق. يلا دوق. خليك ماسكه شويه ونفخه. يلا بينا ندوق. يلا بينا. انا عندي رايي طعم حلو، طعم كشري، بس افتكاسته ان هو سريع التحضير، ودي حاجه انا مستغربها لغايه دلوقتي. ايه رايك؟ طعمه حلو ولا وحش؟ طعمه كشري حلو جدا زي بالظبط اللي بره ولا في اي اختلاف؟ احسن من اللي بره. انا انصحكم انكم تجربوه. هو يعتبر ممتاز عن بعض الحاجات اللي بره، انك انت في اماكن كشري مش حلو، فده كشري طعمه حلو هيعجبك والتحضير بتاعه حلو. صح؟ صح. نديله لايك
لايك. وده كان تجربة كشري تيك توك. كشري تيك توك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدينا لايك، اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس، وسيب لنا كومنت حلو وقول لنا تحب نجرب ايه تاني واختراعات ايه تاني، وبرده تجربة عروض ايه تاني. يلا سلام. سلام. ما هو مش راضي يبرد صح؟ هنعمل ايه يعني؟ مش عارف. تصدق شغالة؟